كده كل القنوات نزلت عندك مترتبة، وكمان كل الترددات الجديدة وأساميها بالعربي. لو جهازك بالمنظر ده، تعال أقولك إزاي تنزل ملف قنوات عربي بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان عليه كل الترددات الجديدة ومترتب كمان بالعربي. أول حاجة هتدخل على زرار منيو وتدور على كلمة اسمها الضبط أو النظام، وبتختلف المسميات من جهاز للتاني. فأنا عشان كده بقولك ممكن تلاقي عندك اسمها الضبط أو النظام، أو ممكن تلاقي ليها اختصار بره اسمه النسخة. المهم إحنا بندور على حاجة اسمها النسخة. انا هنا هخش على الضبط وادوس اوكي، انزل تحت عند كلمه النسخه واقف عليها وادوس اوكي. اهم حاجه بقى نسخه الهاردوير دي في بي اس شرطه في بعديها رقم. انا عندي هنا 1506 تي في، هي دي النسخه اللي هتنزل بيها ملف القنوات او السوفت وير. طبعا عند جهاز حضرتك هتلاقي الرقم ده مختلف، هتاخد الرقم ده وتعمل بيه بحث على جوجل وتدور على ملف القنوات. طيب لو انت مش عارف تعمل كده، ممكن تكتب لي الرقم ده في التعليقات وانا هرد عليك بملف القنوات المناسب لجهازك. وعايزك تطمن، لو انت بتتفرج على الفيديو ده بعد سنة او سنتين من تاريخ نشره، مجرد بس ما تكتب لي تعليق بموديل جهازك، هسيب لك ملف قنوات متحدث بتاريخ اليوم ده، لو ربنا مد في عمرنا وكان لينا عمر. طيب دلوقتي انا نزلت ملف القنوات، سواء حضرتك نزلته من على النت او انا اتبعته لك في التعليقات. بعد ما ننزل الملف، ازاي هننزله على الجهاز؟ اعمل اشتراك وتعال اقول لك الطريق. بعد ما تكون حملت الملف على الفلاشة بتاعتك، واهم حاجة تتأكد ان انت فكيت الضغط بتاع الملف وتحمله على الفلاشة من نفس القائمة، هتدور على حاجة اسمها تحديث. ممكن تبقى في نفس القائمة أو ممكن يكون ليها اختصار بره اسمه تحديث. المهم ندور على حاجة اسمها تحديث ونخش على تحديث وندوس أوكي. هيجيلنا اختيارين أو اختيار واحد، نختار تحديث شرطة يو اس بي، يعني التحديث من عن طريق الفلاش. ندوس عليها اوكي وننزل عند اسم الملف اللي احنا محملينه وندوس عليه اوكي. هننتظر ثواني معدودة وهنلاقي الجهاز طفى وابتدى يشتغل تاني وعليه كل الملفات والقنوات الجديدة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتشير الفيديو لكل حبايبك، وخليك فاكر دايما افهمها تصلحها. سلام.